كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. معكم ميكو-تشان من فيديو جديد من بوس. احنا اتعودنا على بوس ان هو خلاص ده خاص بالشخصيات ال 2D و 3D اللي عايزه احملها، بس انا جايه النهارده انبهكم بخصوص حاجه مهمه عشان ما تعملكوش مشكله. حقوق الطبع والنشر يا جماعه صعبه جدا. الفيديوهات اللي انا بنزلكم عليها حاليا بيجيلي عليها حقوق طبع ونشر على طول، في حاجات كتيره كل شويه تجيلي ايه حقوق طبع ونشر. ليه؟ عشان استخدمت حاجه من دي بالتالي مش ملكي، فبالتالي جه عليها. فانا اجي احذركم من نفس الشيء عشان محدش يعمل محتواه كله بالكامل وبعدين يتفاجئ انه الكاركتر او الحاجه اللي بنى عليها في الاخر هي هيجيله عليها طبع ونشر، وعمره في حياته ما يقدر ان يستفيد منها بحاجه. فلنفترض الشخصيات دي كلها عندنا مجانيه، عندنا ده مجاني وده مجاني وده مجاني، واحنا اتعلمنا ازاي ان احنا ندخلهم لبرنامج فيتيوب ستوديو. حلو، وليكن مثلا انا فتحت كاركتر زي دي، او مثلا دي فتحناها المره اللي فاتت، تعال نفتح دي. تعالوا كده بصوا على التحذيرات اللي بتبقى موجوده، مهمه قوي. عارف انت لو حطيت ده بس كوبي بيست في الوصف بتاع الفيديو مش هيجيلك حقوق طبع ونشر، والله ما هيجيلك حقوق طبع ونشر. ده هي بس يعني اي كاركتر احنا هنستخدمها او هحطها وهسجل بيها فيديو، انا ضفتها الفيديو ستوديو، سجلت بيها فيديو، مطالب انك تحط في الفيديو اللي انت عملته على الكاركتر دي، مش انت استخدمتها وانت دفعت بيها يبقى تحطها. فخلي بالكم من حاجه زي دي عشان حقوق الطبع والنشر. طيب تعال شوف التحذيرات بيقول لك ايه. the copyright of this model belong to ميوكو، ايا كان اسم الشخص ده. يبقى انت لما تيجي تكتب في الوصف قول ان هي الكوبي رايت كلها راجعه ليه ميوكو، وانا بس الشخص اللي سجلت مش اكتر. اكتبها كده بالانجليزي في نهايه الفيديو. this model can be used for produce videos related to Honk Star Rail، يعني ممكن تستخدمها تعمل بيها فيديو، تمام. and cannot be used for political propaganda، يعني مش ممكن تستخدمها في حاجة سياسية. جميل. بعد كده prohibited from being used for live streaming or profit، يعني ما ينفعش تستخدمها انك تعمل لايف ستريمينج، تسجل فيديوهات بس، ما ينفعش تطلع بقى عرض حي، تلعب لعبة مثلا وطلع عرض حي قدام الناس، تمام. بعد كده models are painted are not responsible for this whole flight، يعني مش بتدعم اي حاجة فيها قساوة او وما الى ذلك. يبقى انت شرطك الوحيد ايه؟ حط اسم الشخص ده اهو، التلاتة اللي عملوا ده كوبي، حطهم في الوصف بتاعك وانت شغال بس، وقول ان انا ما عملتش ديزاين ولا عملت اي حاجة خاصة بالكاركتر دي، انا بس بسجل بيها بالانجليزي كده، وخليها دايما عادة عندك، حطها في نهاية الفيديوهات بتاعتك. ليه؟ مش انت حملته وضفته الفيديو بستوديو واستخدمته وسجلت بيه فيديو وما حطيتش اي حاجة علاقة بان الشخص الاصلاني هو اللي عامل الحاجة دي، كأنك انت كده نسبت كل حاجة لنفسك. فخلي بالك بالله عليك عشان حقوق الطبع والنشر هتيجي في نهاية كده، اول ما تبدأ فيديوهاتك مشاهداتها تزيد هيتاخد يعني الناس هياخدوا بالهم منك، او الحقوق بتاعه الطبع والنشر او كده هتاخد بالها منك وهتقوم خبطاك. حاليا عندي 3 فيديوهات عليهم حقوق طبع ونشر، فانا حبيت ان انا احذرك من حاجه زي دي انك تعملها لو هتاخد اي كاركتر. لو انت هدفك مجرد انك تلعب بيها بس مش اكتر اتس اوكي، لكن لو انت هدفك انك تبني نفسك في مجال اليوتيوب زي ما انا بحاول اعمل حاليا، خلي بالك عشان ما تبقاش الخبطات كتيره كده من البدايه. اتمنى لكم التوفيق ونلتقي في فيديو جديد. سايونارا.